المكان اللي هكلمكم عنه النهاردة هو مكان من التراث القديم الجميل، كل حاجة حلوة. المكان دوت قديم جدا جدا جدا، كل ما تشتهيه من حاجات حلوة، حاجات قمر، هتلاقوها عنده. خلوني اقول لكم ان انا وانا ماشية كده بتمشى في السيدة زينب اكتشفت لكم مكان عالمي، مكان من التراث الجميل القمر. خلوني اقول لكم كل حاجة انتوا بتحبوها، حاجة حلوة هتلاقوها عنده. جلاش تلاقوا، بسبوسة تلاقوا، كل حاجة عنده خطيرة. اللي شدني المكان اللي انتوا شايفينه ده ان الحاجة بتخلص عنده بسرعة جدا. كان زحمة جدا جدا جدا، وهو بالتحديد في منطقة السيدة زينب شارع الجمالية. فخلوني بقى تعالوا كده اوريكم انا اشتريت ايه النهاردة من عنده. بصوا يا جماعة، البسبوسة بتاعته تفكرني بالناس القديمة دي اللي بتعمل بسبوسة دايبة دوب بجد. يعني انا عمري ما اكلت حلويات في حياتي بالطعم ده. حتى الكيس بتاعهم بيدل على انه مكان قديم جدا جدا، بس الحاجة اللي عنده مش وحشة، عالمية. فده شكل الكيس، كيس اسود عادي. متحمسة جدا اوريكم انا جبت ايه من عنده. انا جبت طبقين حاجة حلوة. فهنفتح اول طبق. بصوا بقى اللفة، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. انتوا شايفين ده اللي في ايديا ده عسل نحل على البسبوسه. انتوا متخيلين بقى؟ يعني ده كده شكل العلبه، بس والله العظيم ما تندهشوا. استنوا هغسل ايدي وارجع لكم. غسلت ايدي وفتحت العلبه، بسم الله ما شاء الله. بصوا دي يا جماعه عباره عن كيكه متسقسقه بالعسل. يعني ايه الطعمه دي؟ بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، شايفين العسل؟ بصوا العسل اهو. ده بقى الحاجات القديمه اللي انتي تاكلي من عندها وانتي مغمضه عينيكي. تعالوا ندوق، بسم الله. يا نهار جمال. المشكله عندي ان انا لو الدكتوره شافت الفيديو ده هتشلوحني. صباع زينب، بسم الله. الله، ايه الحلاوه دي، تحفه. ايه ده، ايه الطعامه دي؟ خلونا ندخل بسرعه على الكيس التاني.